لما عبارة عن إني بقول لكم قصة صارت لي 2021. في البداية شلونكم شو أخباركم؟ وحشتوني مرة. المهم جايز قصة عبارة عن بنت، بس أنا بمثلها كأنها قصتي، قصة يعني حقت بنت خالتي. أوكي، المهم في مرة كنت جالسة ألعب روبلوكس. المهم لما كنت جالسة ألعب، طبعا في البداية أمي ما كانت تخليني ألعب روبلوكس، فيوم جربتها أول مرة أمي حست بالأمان، يعني لأن ما في حد أصلا يقدر يكلمك إلا إذا أنتي قبلتي الإضافة. المهم بعدين أمي صارت تراقبني كل مرة، يعني بالشهرين تراقب أنا من أضيفة من كذا. بعدين حسيت إن أمي صارت تطنشني وتحس إن اللعبة مرة حلوة. يعني شفت لما الأم تبي تطمن على بنتها بعدين تحس إن اللعبة بأمان وتتركها، أنا كذا صارت أمي عندي. وبعدها حسيت إن أمي صارت تتركني، وبعدين وسوس علي الشيطان وقال لي إني لازم أروح أكلم كذا، أكلم ولد أو أكلم أي حد. طلع علي إني أدخل ماب تجمع شباب وبنات. بعد ما دخلت الماب كلمت ولد وقال لي هاي، قلت له هاي، الولد اللي كلمني قصدي. وبعدها قال لي شلونك اخبارك، قلت له اوكي طيبة. وبعدين ايش صار؟ بعدين صار يطلب مني اشياء، قال لي انا بطلب منك اشياء وانت تطلبي مني. اول شيء ضفته وضافني، وبعدين خلينا برنامج اسمه ديسكورد وصرنا نتكلم فيه يعني. وبعد ما تكلمنا فيه يعني مر علينا أسبوعين وإحنا نتكلم في هالبرنامج. بعدين طلب مني طلب وايد صعب، والطلب هو إني أوريه شكلي. أنا ما عجبني أول شي هالطلب. بعدين قلت أول شي فكرت إني أقول حق أمي، بس قلت أكيد أمي راح تعصب علي، فرحت سويت الشي بدون علم أمي. رحت حطيت صورتي. في البداية كان شكلي في هالصورة وايد حلو، أنا صراحة عجبني شكلي. المهم بعدها يوم حطيت الصورة، بس حطيت الصورة دقيقة استوعبت إن شنو هالحياة، شلون إني أعطيت صورتي. بعدها جات أمي وشافت وجهي أحمر، قالت لي إيش فيك؟ قلت لها يما أنا كذا بدون ما أصارحها. قلت لها شنو صار لي؟ وقالت لي إيش فيك؟ أنت ليه أعطيتي صورتك ومدري إيش؟ أمي بكل صراحة جدية قاعد تكلمني إنه ليه؟ أمي كذا قاعد تقولي ليه؟ وأنا قاعدة أقول لها خلاص أنا جالسة أبكي يعني شلون أعطيت صورتي، مو قاعدة أصدق إنه أنا شلون أعطيت صورتي. أوكي دقيقة دقيقة. سوري جايز. أوكي المهم ما أدري من كنت المهم، وبدون ما أصارح أمي يعني قلت لها شو صار. أنا قاعدة أكلمها يعني قالت لي أنت إيش فيك كذي، ليش حطيت الصورة؟ المهم يعني أنا ما كنت مصدقة نفسي. بعد ما أعطيته صورتي مر كم أسبوع لقيته معطيني بلوك. يعني أنا ما هش أقول استغفر الله. المهم بعد ما عطاني بلوك حسيت بالألم شفتي يوم يجيك شعور إن في شخص عطاك بلوك وهو أعز يعني أصدقائك أو أعز حد عندك، كذا صار لي. وصرت أدمع أبكي، إني يعني أول شي ما كنت أبكي عليه، كنت أبكي على الصورة. أبكي ما أعرف إيش صار، كنت أبكي على الصورة. طبعا نسيت أقول لكم إن أنا أبوي جو سألني يوم من الأيام إن ليه أنتي كنتي مكتئبة. طبعا أنا أول شي كنت مكتئبة مرة لدرجة الألف، جاني اكتئاب من عطيت صورتي. بعدها لما دخلت الانستغرام شفت واحد جالس يكلمني يقول لي هاي، قلت له هايات. قال لي انت اللي حطيتين صورتك؟ قلت له ايوه. قال لي بالغلط انا بلغتك، وقال لي انا برجع لك صورتك. حسيت اني اسلم، استغفر الله يعني. بعد ما قال لي هالكلام صدقت صرت انط من الفرحة. اخر شي قال لي انا ما راح ارجع لك صورتك، صار يهددني ويقول لي اعطيني صورك الباقية. شنو يا حبيبي، شايف ان انا ابيع لك صوري ولا ايش؟ بدون اي مصارحة تم يقول لي ان انا بعطي.
آخر شي طلع إنه هاي أبوي مسوي فيني تجربة. أبي لا ما أعرف شي يقول، استغفر الله. وبعدين صرت أصيح وشكيت إنه أصلا يسألني أبوي إنه هو يعني إنه هو، بس ما صرت أتكلم. وبس والله في نهاية القصة لا تنسوا لايك شير سبسكرايب. ودقيقة خلنا نسوي لكم نقطة. Oh my god ما أدري ليه. أوكي باي. إن شاء الله بسوي لكم مقاطع ثانية.